ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو حلو قوي، اتمنى يعجبكم. هنعمل خبز الباجيت الصحي بدقيق القمح الكامل. هنقول على تكات كده ان شاء الله ينجح معاكم من اول مره، يطلع معاكم مقرمش ولونه بني حلو كده من بره وطري وهش جدا من جوه، وينجح معاكم كمان من اول مره. انا واثقه ان شاء الله لو عملتوا الخبز ده هينجح معاكم ومش هتشتروا خبز صحي تاني من بره. المقادير بتاعته بقى، احنا هنعمل العجينة على نصين. النص الاولاني هنحط نص كوباية من المية الدافية، وهحط عليها معلقة كبيرة من العسل، وهقلب العسل كويس قوي في المية لغاية ما العسل يندمج كده واحس انه داب تماما كده في المية. بعد كده هبدأ ازود معلقتين كبار من الخميرة. لو احنا في الصيف بنحط معلقة واحدة، لكن عشان احنا الجو شتا شوية فانا بحط معلقتين. وبعد كده عندي كوبايه من دقيق الابيض، مش الدقيق القمح الكامل، احنا حطينا كوبايه من دقيق الابيض. هقلبها كويس. المرحله دي بقى معلش عايزين بقى ايه، صحه شويه، علشان احنا لازم نقلب كويس قوي لمده حوالي مثلا دقيقتين 3 دقايق كده، لغايه ما العجينه دي تعمل عرق معايا. احس كده ان العجينه بدات تمط وبدات تدي عرق كده، وانا بقلب جامد كده بقى هحس ان العجينه، حسيت ان العجينه شويه صلبه قوي، مش راضيه تتقلب معايا كويس. ده بعد ما ضربتها كمان دقيقه ونص يعني تقريبا. فزودت بالظبط معلقتين من الميه الدافيه، ما تزودوش عن كده عشان ما تسلش معاكم قوي والوصفه تخرب. لما بتضربوها اول مره دقيقه كده وتحسوا ان هي صلبه، تبداوا تزودوا الميه، المعلقتين الميه. لو انتوا بتضربوا كده بس بعد دقيقه لقيتوها لا حلوه كويسه وبتضرب معاكم بسهوله، ما تزودوش ميه. انا بعد ما زودت المعلقتين بصوا بدات بقى تضرب معايا بسهوله. انا ضربتها حوالي بالظبط كده، يمكن حوالي دقيقتين ونص مثلا، لغايه ما وصلت للقوام ده. بصوا بتشد معايا ازاي ومديه عرق كده. كده خلاص بعد ما ضربتها كده جامد بقى، هحطها في البوله بتاعت العجان، يعني هسيبها تخمر في بوله العجان، وهغطيها ببلاستيك وهحطها في مكان دافي لمدة ساعة. انا دفيت الفرن شوية وهبدأ اخمر العجين بتاعي فيه. ده كده اول جزء من العجينة. الجزء التاني بقى سهل جدا بقى، مش مفيهوش اي عجن ولا اي حاجة. عندي طبق كبير هحط فيه 3 كوبايات من دقيق القمح الكامل، معلقة صغيرة من الملح، والملح هنا حسب الرغبة، عايزين تزودوا او عايزين تقللوا. وبدي لها دي تقليبة كويس كده عشان الملح يندمج مع الدقيق. وهنا بقى معايا كوباية ونص من المية الدافية. انا هقلب كده بالسباتشولا كده لغاية ما احس ان الدقيق اتحول لعجينة، مش عجينة بقى صلبة ولا اي حاجة من الحاجات دي، عجينة بس مجرد ان المية اندمج مع الدقيق اداني عجينة، مش اكتر من كده. فهزود الكوباية ونص شوية بشوية علشان ما احسش ان العجينة بقت سايلة قوي، لا انا عايزاها تبقى بتلزق بالمعلقة كده بس، ان هو قوام عجين بس مش اكتر كده. خلاص انا زودت المية ونص كلهم. انتوا برضو زودوا المية تدريجيا عشان ما تسلش منكم قوي. وهبدأ بقى اديها تقليبة كده بالسباتشولا اهي، خلاص كده بتلزق في المعلقة، وهو ده القوام اللي احنا عايزينه، مش هنعجن ولا اي حاجة من الحاجات دي. بعد كده هبدأ بقى اغطيها برضو كده بالبلاستيك، واغطيها بفوطة مطبخ، واسيبها تخمر مع العجينة الاولانية في الفرن لمدة ساعة. ده كده بعد العجينة ما خمرت لمدة ساعة. دي العجينة الاولانية اللي هي الخميرة بالدقيق الابيض. هبدأ انزلها كده اهي بعد ما ارتفعت معايا. ودي بقى العجينة التانية، طبعا دي ما فيهاش خميرة فهي مش هتعلى قوي لكن هترتاح اهي. هبدأ بقى يعني اديها تقليبة بالمعلقة، وابدأ انزل العجينة دي اللي هي القمح الكامل مع العجينة التانية اللي هي الخميرة والدقيق الابيض في بولة العجان عشان هنحطهم في العجان. ممكن تعجنوها على الكونتر بايديكوا، لكن اسهل بقى بصراحة لو احنا عندنا عجان نستغل العجان يعني تبقى اسهل. انا حطهم في العجانة، اديتهم تقليبة عشان العجينتين يندمجوا مع بعض كويس، اديتهم تقليبة كده حوالي بس ثواني. بعد كده بقى عندي كوباية من دقيق القمح الكامل. الكوباية دي هضيفها على 4 مرات، وكل مرة هعجن دقيقة. يعني انا ضفت مرة هعجن دقيقة. ممكن تعملوا كده برضو على الكونتر عندكم، تضيفوا ربع الدقيق. يعني احنا هنحط كوباية هنقسمه على 4/4، هنحط ربع ونعجن لغاية ما الدقيق ما يبقاش ليه اثر تماما، وبعد كده نحط الربع التاني ونعجن لمدة دقيقة برضو كده لغاية ما العجين ما يبقاش الدقيق ما يبقاش ليه اي اثر. وهنقعد كده 4 مرات، وكل مرة هنعجن تقريبا حوالي دقيقة.
لغايه ما اخر مره هلاقي العجينه بقى، هي العجينه بتلزق، بس هبدا الاقيها بدات تتلم وبدات ما تلزقش قوي زي ما انتوا شايفين كده في العجين، لكن هي بتلزق. يعني لو حطيت ايدي تلاقيها بتلزق جدا. ما تضيفوش اي دقيق تاني، هي دي المرحله احنا عايزين نوصل لها كده. بعد كده هحط بقى معلقه من الدقيق على الكونتر، وهنزل العجينه بتاعتي وهخدمها بقى بايدي كده لمده دقيقه. برضو هقعد اديها عجنه حلوه كده لمده دقيقه، برضو ما نزودش عن كده. وبعد كده هكون بقى دهنت حله العجان اللي احنا لسه مختمرين فيها، اللي احنا لسه عاجنين فيها العجينه، هدهنها دهنه زيت زيتون كده، وارجع العجينه بتاعتي تاني، وادهنها برضو من على الوش كده ومن تحت زيت زيتون، وهغطيها بالبلاستيك، وهحطها في الفرن برضو تاني لمدة ساعة لغاية ما تعلى كده وتختمر كويس قوي كده. خلاص هي عالت واختمرت معايا. هرش على سطح الكونتر بقى عندي برضو معلقة دقيق، وانزل عجينة وابدأ برضو اعجنها كده مثلا لمدة دقيقة. بعد كده هبدأ ادورها بقى بالشكل ده عشان هنشكل بقى العجين بتاعنا. انا العجينة هنا او الكمية دي انا عملت بيها اربع ترغيفة من الخبز الباجيت، لكن لو انتوا عايزين تعملوها 6 تقدروا. انا قسمت العجينة نصين والنص قسمته نصين، لكن انتوا عايزين تعملوها اكتر من كده تقدروا تقسموا العجينة نصين والنص تقسموه 3. يعني النص ده اهو بدل ما نقسمه نصين هنقسمه 3. لكن انا عايزة الخبز كبير شوية، فانا هخليه بس ايه نصين، والنص النصين تانيين. هزود كده شوية دقيق كده على الكونتر، وبقى مش هفرد ولا بنشابة ولا بأي آلة خالص، بإيديا كده هساوي العجينة بالطريقة دي كده، تبقى ارتفاعها 1 سنتي تقريبا، تبقى تخينة ما تبقاش رفيعة اهو. وببدأ اقفل بقى العجينة بتاعتي واشكل تشكيلة الرغيف بقى بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. انا النص زي ما هو سايباه مرتفع زي ما هو، وببدأ اقفل كده من الجناب. هوريكم واحدة تانية، هوريكم برضو انا قصدي ايه. وببرم كده من الجناب، النص ما بجيش جنبه نهائي. بصوا انا حتى ببرم كده، بلف لفة بسيطة كده، ببرم برضو من الجناب. هوريكم بقى واحدة تانية تكون اوضح اكتر. ببططها كده بايدي لغاية ما يكون ارتفاعها، بصوا ارتفاعها تخين، يعني تقريبا يكون ارتفاعها 1 سنتي مثلا. وهبدأ بقى اجيب من الطرف بالظبط بالشكل ده كده اهو. بصوا من النص تخين زي ما هو شايفين، النص ما بيجيش جنبه. انا بضغط كده من على الاطراف، وبرده بضغط من النص بس مش جامد. وابدا بقى اقفلها بقى من فوق كده زي القطايف كده بالطريقه دي كده. وبعد كده ببرم الرغيف بتاعي، وببرم من الاطراف اكتر من النص عشان النص عايزاه تخين زي ما هو. بعد كده بنقله بقى بعد ما اخلص الاربع ترغيفه بتوعي، بحطهم بقى في صاجه تكون مرشوشه دهنه زيت ورشه دقيق بسيطه، او ورق زبده الموجود متوافر، يعني ده بينفع وده بينفع. بعد كده هفتح الخبز بتاعي كده بسكينه تكون حاميه او موس. هقول لكم على التكايه التانية كمان. هنا بقى الميه دي بقى انا حطيت حوالي 2 معلقة كبار من العسل على حوالي 3 معالق كبار من الميه، وهقلبهم كويس قوي، وهدهن الخبز بيهم. الميه بالعسل دي هتخلي الوش بتاعي يقرمش ويبقى لونه بني حلو كده. بعد كده خلاص اهو هبدا اسيبه يختمر كمان نص ساعه في مكان دافي لغايه ما احس ان الخبز بقى بتاعي انتفخ تمام وبقى 100. لو المكان مش دافي قوي هسيبه يختمر لمده ساعه. التكايه بقى المهمه قوي هنا ان انا سخنت الفرن تماما، يعني سخنته حلوه قوي على درجه حراره 220. وفي صاجه تحت كده انا حطاها هي صينيه فرن، سخنتها بالفرن. يعني انا سخنت الفرن 220 بالصينيه، وهحط بقى كوبايه ميه عاديه اهي، هتسخن بقى وتطلع البخار، وهي اللي هتسوي الخبز بتاعي. يعني احنا سخنا الفرن درجه حراره 220 وجواها صاجه فرن، وهحط كوبايه ميه وهدخل الخبز بتاعي لمده ربع ساعه تقريبا. نراقب الفرن، طبعا الفرن عالي جدا فنراقبه لان هو هيستوي بسرعه. اول ما احس كده ان هو خد وش من تحت وبدا يستوي، هقلل الفرن على درجه حراره 200، وهسيبه برضو حوالي من 10 ل 11 دقيقه حسب برضو الفرن بتاعكم، بيستوي بسرعه ما بياخدش وقت. تمام. اول ما اشوفه كده خلاص خد وش من فوق وان خلاص الخبز انتفخ معايا واستوى، هبدا اطفي عليه، هطلعه اسيبه يبرد، وهدهنه دهنه زيت زيتون، دهنه زبده زي ما انتوا عايزين بقى، عشان يبقى الخبز بيلمع كده وشكله حلو.
بصوا مش قادره اوصف لكم بقى هو هش ازاي، بتقطعوه بقى رهيب رهيب بجد. بصوا بقى هش جدا ومقرمش من بره جدا، طري قوي من جوه، وريحته وطعمه حاجه كده في منتهى الجمال. انا واثقه ان شاء الله لو جربتوا الوصفه دي ان شاء الله تنجح معاكم اول مره لو مشينا على التكات اللي احنا قلناها، وان شاء الله مش هتشتروا خبز صحي تاني من بره بجد. لو عجبتكم الوصفه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الوصفات الجديده. وان شاء الله الفيديو الجاي هنعمل بقى بيه وصفه بالخبز الباكيت ده، هنعمل بيه وصفه رهيبه، اتمنى برضو تجربوها. والف هنا وشفا مقدما.